بقالي 8 سنين في الشركة، كل مرة الترقية بتروح لحد غيري. ده سؤال حلو أوي، أكمل والّا أمشي؟ بُص، أكبر غلطة الناس بتقع فيها إنها بتفترض إن الترقية هي مكافأة على اللي عملته أو مكافأة على عدد السنين اللي أنت قضيتها، وده مش حقيقي خالص. إحنا ياما شُفنا ناس اترقت بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين، الموضوع مش فارق عدد السنين. المهم إن أنت تفهم إن الشركات مش بترقي، الشركات بتعمل استثمار. علشان هي متوقعة منك حاجة معينة، عشان كده قبل ما تتضايق من الشركة وتسمع كلام فلان وعلان تفتح السي في وتدور على شغل، اعمل اللي انا هقولك عليه. بص على اخر 3 اشخاص في الشركة اترقوا، انا هنا ما بتكلمش على مديرين ولا موظفين، انا بتكلم بشكل عام. اي 3 انت بص عليهم واسأل نفسك سؤال: الناس اللي اترقت دي اترقت ليه؟ المكافأة والترقية كانت فنية، يعني الشركة بتقدر الفنيات بتاعت الشغل اللي انت بتعمله، ولا المكافأة والترقية كانت على إدارتهم للناس والموظفين؟ فيبقى هنا الشركة مهتمية بالتيمز والكولابوريشن والتعاون بين الناس، ولا المكافأة ولا الترقية بسبب الناس دي قدمت أفكار كبيرة، مشاريع كبيرة. يبقى الشركة دي بتدور على التطوير، على الكرياتيفيتي، على الانوفيشن، على الكلام الكبير ده. كل ده هيدي لك هند أو رؤية الشركة اللي أنت فيها بترقي إزاي. طب ليه أنا بقول الكلام ده؟ أنت طول الوقت مركز إن أنت تشتغل أكتر، أنا بقول لك أنت ممتاز، أنا بقول لك أنت ممتازة، بس الشغل لازم تفهم. كل شركة فيها كلتشر، والثقافة دي يعني ببساطة الشغل ماشي إزاي. ضبط الشغل أهم من الشغل، فلازم تفهم الشركة اللي أنت بتشتغل فيها الأول قبل ما تعمل أي قرار.